السلام البنات، شخباركم؟ كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في افضل واحسن الاحوال. جيتكم فيديو جديد. قبل ما نبداو كيف ما عودتكم صليوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله مختلف. ندير معكم بسطيله ديال الدجاج. اول مره نجربها معكم غير باش تكون في اخباركم. اول مره غادي ندير بسطيله الدجاج ما تضحكوش على اختكم سميره. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هذه الدجاجه قسمتها على 4. المهم الدجاجه فيها 2 كيلو ونص. المهم وهزيت هاد الزليفه هذه غادي ندير فيها كيف ما كتشوفوا معايا العطريه. المهم درت معكم نص معلقه صغيره ديال البصل كيف ما كتشوفوا معايا. المهم ودرت معلقه كبيره، معلقه ماشي كبيره، معلقه صغيره، قولوا معلقه كبيره نيت ديال اسكنجبير. المهم راه جات لذيذه والله، الا صدقات لي الصراحه قالت لي ماما تبارك الله عليك بنيتي عجبتها، قالت لي تكون عندنا شي مناسبه ان شاء الله ديريها هنا. قلت لها الله يا ودي ماما مرحبا ايوا كيف ما كتشوفوا معايا. وديروا معلقه كبيره، انا كنعبر معلقه صغيره. المهم ديروا معلقه كبيره عامره بالخرقوم، خرقوم البلدي ماشي دوك المولوين خاطرني ما ديروش. المهم كيف ما كتشوفوا معايا ودرت شويه ديال الملحه، حد ديجا غسله الدجاج فاركاه سميتو حكيتو بالملحه والحامض والخل، كنكثرش انا الملحه وخلاص. حيت غادي ندير هذا راه السمن، غادي تشوفوه قاصح بحال الزبده حيت ماما دايراه في الفريغ وداكشي علاش كونجولي. صافي كديروا هاد الدويمه تاعش ديال الزعفران درتها في الماء وذوبتها صافي وضفتها للخليط. شوها صافي هو الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نكبوه ونشرملو به هادشي فقط، هادشي اللي غادي ندير. وصافي هو اللوز، هذا اللوز راه البلدي تقريبا 250 غرام ديال اللوز البلدي. المهم انا شديته دابا غادي ندير ليه الماء طايب، فهمتوني؟ نخوي عليه الماء طايب باش نفسخو وخلاص خصو يتقلى. المهم انا شوفوا ما كندويش مع الناس اللي عارفين تبارك الله عليكم اخواتاتي اللهم بارك وزيد في ذلك كما كيقولوا. انا كندوي مع الناس المبتدئين بحالي ولا اللي يلاه باغا تعلم دير البسطيله علاش لا ديرها في دارها كنعلمها. اما بالنسبه للناس اللي عارفين تبارك الله عليكم اخواتاتي رانا ما نوصلكمش كل وحده وحرفتها شنو كتعرف. المهم البصله كيف ما كتشوفوا معايا درت 7 البصلات، المهم راه كبيبرين. وهذا راه الصباح حيت شرملت الدجاج معكم بالليل ودابا راه الصباح. قطعت 2 بصلات فرشتهم في التحت، عاد حطيت عليهم الدجاج وعاد غادي نقطع دوك البصلات الاخرين، دوك 5 البصلات ونلوحهم على هذوك. المهم نقولوا تقريبا شي كيلو بحال هكاك، هذاك يكون شي كيلو تاع البصله بحال هكاك على ما اظن. صافي هذا الشيء اللي كيبقى، هذا الشيء اللي كثر من الدجاج غادي نخويوه فيها. ولكن حتى نقطعوا هذه البصله هذه كيف ما كتشوفوا معايا انا ملي قطعتها. شوفوا البوطاجي كي داير بالبصله بقشور البصله. المهم ما تديوش ديروا راسكم ما شفتوا والو. صافي البصله كيف ما كتشوفوا كنخويها في الكوكوط بحال هكا، وعاد كنزيد عليها داك داكشي اللي شاد، داك الماء وداك العطريه وداكشي اللي كان في البانيو اللي هبط من الدجاج. صافي وكنزيد هما 2 عواد تاع القرفه، وكندير العطريه ما كثرت. شوفوا العطريه ديال البسطيله الدجاج انا درتها حتى هي كتباع عند العطاره وداكشي. ايوا صافي ودرت دابا هادشي اللي كان من الدجاج وداكشي. المهم ايوا صافي ودرتها طيب. المهم بغيتو ديروا الدجاجه صاينه كديروها، انا فضلت انني ندير غير دجاجه زعما قطعتها. انا اللي قطعتها حيت جابها لي بابا صاينه، ولكن انا قطعتها. كما كتشوفوا معايا الكاس اللي وريتكم نص كاس تاع زيت البلديه ونص كاس تاع زيت الروميه، يعني كاس تاع الزيت، فهمتوني؟ خليط بين البلديه والروميه. كيف ما كتشوفوا معايا ها هي فاش قادت لينا سميتها دغميره. حيدت الدجاج وزدت دابا القرفه كيف ما كتشوفوا معايا، قياس معلقه صغيره تاع القرفه، وكتزيدوا 2 معالق كبارين ديال السكر كلاصي باش كان بحال كنتو كندغمروا هذه، فهمتوني؟ كندغمروا هاد الدغميره هذه كنزيدوا نعلكوها كيف ما كتشوفوا معايا.
قبل ما ننسى راه ما تصوراتش ليا صراحه. انا كنت كنصور وما رديتش البال، ما تصوراتش ليا. يمكن ديك الساعه كان جات شي ابيل ولا شي حاجه. المهم وراه درت حتى المسكه الحره. هاد الصوص اللي كنخوي غير اللي شاط ليا اللي كان مع الدجاج. فاش هز الدجاج دز ليا مع هادشي ورديته، فهمتوني. المهم البسطيله الصراحه كتكون فيها الروينه، ما نكذبش عليكم، ولكن خص العوين ضروري. من العوين بلا ما تقولوا لي الحكا غنديرها بوحدي، ديرها بوحدك الا كنت عندك الوقت، فهمتوني. المهم كيف ما كتشوفوا راه سمحوا لي التليفون ضبب لي غير بالدخان. المهم والبيض درت 4 البيضات. شوفوا تقدروا ديروا كاع 6 8. شوفوا المهم كديروا نتوما الكميه اللي بغيتو. الصراحه خص نورمالمون درت شي 6 ولا 8. انا ما درتوش، ما عنديش مع زفوريه البيض، داكشي علاش قلت 4 كافيين. ودرت فيهم داك الساشي ديال منها باش تكون الدغميره فيها البنه تاع الزهر، ومنها درتها في البيض باش تحيد داك الزفوريه. راكو فاهمين اختكم سميره راه ما عندهاش مع زفوريه البيض، كتقهرها وكنشمها قلت لكم على بعد مترو واش من مترو على بعد 130 مترو. المهم كيف ما كتشوفوا معايا وكنعلكوا بها دابا هادي كنخوها في الدغميره وكنحركوا. ما تحبسوش يديكم من التحرك باش ما تكبدش ليكم داك البيض، فهمتوني. خصكم تحركوه هو كيطيب معاكم، كتحركوا تخويو شويه بشويه، فهمتوني. وتشوفوا الكوكوط تحرقات راه لصاق ليا شويه داك الدجاج الصراحه، ولكن ماشي شي حروق اللي هي صعيبه. يلا بدا كيلصق ونزرب عليه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كتحركوا حتى كتغمر معانا كيف ما كتشوفوها. وخلاص داك الزيت اللي كتشوفوا كثيره غادي نصفيه باقي نديرو في الكسكاس باش تهبط معنا داك الزيت، حيت داك الزيت حتى هي غادي نحتاجوها. غطوا معايا البال وديروا معايا وزعما تبعوا معايا مزيان. صافي انا حطيتها في الكسكاس باش تصفى داك الزيت. انا طحنت معكم اللوز بعد ما قليته بطبيعه الحال وخليته حتى برد باش ملي طحنوه ما يتعجنش معاكم، يعني ما يطلقش الزيت ديالو. صافي وكديروا سكر كلاصي. درت 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي. شوفوا بالنسبه للناس اللي عارفين البسطيله ديجا كاين اللي كيدير كثر وكاين اللي كيديرها حتى في الدغميره. انا بحكم انني ماما ما عندهاش بزاف مع السكر، واخا هي الحمد لله ما عندهاش السكر، وعندي واحد خويا حتى هو ما عندوش مع داكشي الحلاوه بزاف، داكشي علاش احترمت الاذواق. المهم كيف ما كتشوفوا معايا ودرت واحد الساشي صراحه ما درتهاش كامله تاع الزهر، درت نصها ودرت معلقه كبيره تاع القرفه صافي ودرتها وخلطت بها داكشي. شوفوا دابا هاد الزيت اللي صفيت بها هي اللي غادي نخلط بها باش يجينا شويه معلك، ما يجيناش ناشف باش ما يوحلش لينا، فهمتوني. نعلك بها هاد اللوز هذا غنخوي بحال هكا وغادي نخلطها به كيف ما كتشوفوا. واخا انا تعلك ليا شويه مش بحال ولا لي بحال عجينه، فهمتوني، ولكن داركت الموقف وراه جا يا سلام صراحه. شوفوا والله الا جات واعره. شوفوا ما عمركم تقولوا ما كنعرفش الحاجه ما نديرهاش. شوفوا راه كاع الزادين ما عارفينش وما كنعرفوش شحال من حاجه كنتعلموا. ما تقدرش لك مثلا الحاجه اليوم عاوديها تقدر تقد لك مره اخرى، ماشي بالضروره لا ما كنعرفش لهادي. ما عمرنا نستهنوا بريوسنا ديما. الا كانت عندك الاراده والعزيمه انكم تعلموا شي حاجه راه غادي تعلموا ليها. خصها تكون عندكم الاراده وتكونوا دايرين في بالكم باللي انا غادي ندير هاد الحاجه، تكون الثقه في النفس عندكم انا غادي ندير هاد الحاجه وراه غادي ديروها. المهم هذه في اطار بين قوسين وصافي. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كنجيب هذيك المقله الثقيله اللي عند ماما باش هي علاش غادي ندير هذه باش طيب ليا البسطيله. كتشوفوا معايا كندير في الاطراف 4 في الاطراف راكم شفتوا بلا من الاخر، وكدهنوهم ضروري من دهنوهم الزبده. درت خليط تاع الزبده ذوبته وزدت عليه شويه ديال الزيت. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كتدهنوا بها ضروري هذه باش ما تكونش لكم ناشفه الوقت البسطيله. واخا الوقت البسطيله اللي كومونداري عليها خويا عند هذوك اللي كيعرف يعني دوك الناس بنت لي صغيره صراحه ما كبيراش. المهم كتشوفوا الدجاج كيف ما قلت لكم كيخصكم تفرتوه. ها هو كنديروا هو الطبقه الاولى. شوفوا بالنسبه عاوتاني هذه القضيه هذه كاين اللي كيدير الطبقه الاولى هي الدغميره، فهمتوني. كيديروا الدغميره هي الطبقه الاولى على الدجاج. انا اللي درت الدجاج لتحت حيت هو ناشف. الا درتو مثلا الدجاج مثلا درتو الدغميره هي الاولى ودرتو الدجاج ودرتو فوق منه يجي داكشي كله
ناشف. ولكن الا درتو الدجاج لتحت ودرتو فوق منه الدغميره والفوق درتو اللوز، غادي تجي هذيك ما تجيكمش ناشفه في العضه، فهمتوني؟ المهم نتمنى تكون فهمتوني. صافي كيف ما كتشوفوا، شوفوا الزيت اللي طلق مازال صافي. ودابا كنديروا الدغميره الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. راه والله العظيم الا جات واعره صراحه. ما كنتش ظنها غادي تخرج بهاد اللذه هذه وبهاد المذاق صراحه. ولكن شوفوا بنادم ديما يثق في راسو. ايوا داكشي. المهم كيف ما كتشوفوا معايا ملي درنا الطبقه الثانيه ديال هذه ديال الدغميره، صافي دابا غادي نزيدوا الطبقه الثالثه اللي هي ديال اللوز صافي. ودابا غنمونطيو البسطيله ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. هنا زدت واحد الورقه نديرها الفوق، عاد غادي نطوي عليها هادوك، وكل واحد حر في داكشي اللي كيدير. كيف ما قلت لكم راه كاينين بزاف، راه البسطيله زعما لي زانغريديون ديالها راه باينين، ولكن الطويات راه كل واحد والطويات ديالو، كل واحد والمونطاج ديالو، بلا ما يجي شي حد يقول لك لا حكا ما كيديروش ليها هكا ولا ما كيديروش ليها هكا صافي. انا حيت جاتني كبيره كيف ما كتشوفوا معايا، جاتني عفوا جات لي هاد الورقه البسطيله صغيورين دوك الوريقات صافي. بحال زيت 3 درت وحده في الجنب وهبطتها من التحت، يعني لمطتها ودرت وحده اخرى. المهم نوريكم، هاي شفتوها راه ديجا درت الاخرين بحال هكا كتشوفوا، وباقي غادي نزيد نهبطها شويه. المهم بحال هكا راه درت جوج، وهذه هي الثالثه اللي لمطت بها، هي في الجوانب بحال هكا جوج هنا وجوج هنا وجوج هنا. المهم نتمنى دابا ندخلها للفران. شوفوا قبل ما ندخلوها للفران راه ما صورتهاش معكم، تشدوا كيغدون دوك العواد اللي كنقيو بهم سننا حاشاكم بطبيعه الحال، تشدوهم تطبوا بهم هذه البسطيله هذه باش ما تنفخش معكم وتطرطق لكم الورقه، فهمتوني؟ ها هي وريتها لكم الشكل النهائي ديالها. دابا غادي ودهنتها من الفوق من الزبده ودرتها للفران. انا خرجتها فاش طابت وزينتها معكم. كيف جاتكم بصراحه؟ كلكم بغيتكم اللي تفرجت هذا الفيديو هذا وبغيتكم كلكم تجاوبوا وتقولوا لي كي جاتكم صراحه شكلا ومذاقا. انا راه قلت لكم كي جات صراحه واعره. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ما تبخلوش على اختكم سميره باللي لايك ديالكم، لي كومونتير، البارطاج، اي حاجه جات من عندكم سمنوا عسل. عافاك اختي هذا دين على رقبتك. كي جاك الشكل ديالها كتبي لي في لي كومونتير. المهم انا حطيتها في الطبله، حطيت البصل وحطيتها في الوسط صافي، وقطعت معكم مرته باش تشوفوا كي جات من الداخل. وعرفتي راه التقرميشه خلاص ما نعاودو بلا ما ندوي عليها. الورقه البسطيله اصلا كتجي مقرمشه. المهم نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك كيف ما قلت لكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المسانده ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى لي لايك ديالكم الزوينه ولي كومونتير. الله يجازيكم بالخير، الله يعطيكم كل ما نويتو في خاطركم. المهم ها هو المرتو فاش قطعته معكم راه كتجي لذيذه وبنينه، واخا راه قطعتها ومشى ولدي خبزها بيدي وزل عاليه، ولكن ماشي مشكل. المهم نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تهلاو ليا في راسكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.